السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من فقره الشاي الاخضر. الحقيقه لو انت شفت الحلقه اللي فاتت هتلاقيني قاعد بنفس القعده دي ما بقومش منها. والحقيقه ان المواضيع تراكمت والخواطر تراكمت جوه دماغي، فلازم ان انا اتكلم فيها وان انا احلها. نفتح الكاميرا الاماميه ونجيب كوبايه شاي اخضر ونبتدي نتكلم في خواطر وتفاصيل الواحد بيمر فيها في حياته. وعنوان حلقتنا النهارده مش يمكن ده اختبار. والحقيقة أنا بقول لك كده ليه؟ لأن أنا جيت من سنة كنت قريب جدا من ربنا سبحانه وتعالى، وبصوم وبصلي وما بفوتش فرائض. الحمد لله حاليا برضو نفس الكلام، ولكن أنا معترف إن هو بدرجة أقل. بنحاول إن إحنا نثبت على قد ما نقدر. ولكن كنت مريت بكام يوم كده اكتئاب شديد يعني. ولكن حد قال لي، يعني شخص عزيز عليا، قال لي أنت عارف يا يحيى، أنت اللي بيحصل لو انت مظلوم او انت عندك حاجة مضايقاك او انت تعبان نفسيا، قالت لي ده طبيعي. دي عمتي يعني، هي اللي مربياني. ولكن يمكن انت عشان انت لما كنت قريب من ربنا ساعتها ما كانش بيحصل لك كده، ولما ابتديت تبعد شوية حصل لك كده. فانت لو قربت من ربنا، ربنا هيعصمك من كل الحاجات دي. قرب من ربنا تاني. الحقيقة الجملة دي كانت عاملة زي القلم اللي نزل على وشي، اللي هو ايه؟ فوق يا يحيى. اللي بيحصل لنا كلنا ده وارد انه يحصل مع اي حد. بلاش بقى الدراما اللي انت عاملها دي. حقي ان انا اعمل دراما، ولكن حقي كمان ان انا حق ربنا عليا ان انا ارجع لربنا، وان انا ارجع انتظم، وان يبقى ارتب اولوياتي من جديد، بان الحاجة الاساسية في حياتي وهي عبادة ربنا سبحانه وتعالى. وانا واثق مليون في المية ان انا سواء النتيجة ظهرت دلوقتي او ظهرت بعدين، وان انا بعبد ربنا، لان ده هو الواجب الاساسي. بلاش ان انا اتلهي في الدنيا يعني انا مش بقولك انك تعبد ربنا المصلحة. انت لو رتبت اولوياتك بحاجة صح، بدايتها انك انت تعبد ربنا سبحانه وتعالى بشكل صحيح، فباقي حياتك هتترتب. وده اللي انا كنت بقوله لنفسي، بس انا كنت ناسي. لما ابتديت افتكره لما ابتديت اتعرض للحاجات اللي انا بقولك عليها دي، ولما الموضوع اتكلمنا فيها. فبس خلينا نرتب اولوياتنا، وان انا اول حاجه مهما كانت اولوياتك، ولكن اول حاجه خلينا نثبتها مع بعضينا، وهي عباده ربنا سبحانه وتعالى بشكل صحيح. فانا هبتدي ان انا ارجع زي ما كنت بامر الله. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وان انا بامر الله لما اعمل كده هجيلك كمان مدة وهقول لك ان نتيجتي، النتيجة اللي ظهرت لي ان انا بقيت كويس وحياتي كلها اترتبت. ثقة في الله سبحانه وتعالى. وبس ده فيديو بسيط، خواطر بسيطة، اتمنى ان هي تكون عجبتك. ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب، وده الزرار السحري هندوس